أهلا بيكم في رحلة استكشافية جوه جسم الإنسان. رحلة هتحبس أنفاسكم فعلا وهتكشف لنا قد إيه جسمنا ده هش جدا، بالذات في اللحظة اللي المحرك الأساسي للحياة بيقرر إنه يقف عن العمل فجأة. في مقولة بتقول إن المخ بيبدأ يموت بعد دقايق، لكن أول 10 ثواني هم الأكثر رعبًا. الحقيقة إن الثواني الأولى دي مش مجرد لحظات صمت، لأ، دي بداية لانهيار متسلسل وسريع جدًا وكارثي بكل المقاييس لكل الأجهزة الحيوية اللي في جسمنا. خلينا نتكلم عن المحرك الأهم ده، القلب. مش مجرد عضو عادي في جسمنا، ده حرفيا بطل القصة. عشان نتخيل حجم المجهود اللي بيعمله، تخيلوا إنه بيضخ 5 لتر كاملين من الدم. رقم ضخم صح؟ 5 لتر كل دقيقة بيلفوا في شبكة معقدة جدا من الأوعية الدموية عشان يحافظوا على حياة باقي الأعضاء. وطبعا لأن الدماغ بيستهلك طاقة مهولة بشكل مستمر، فهو أكتر عضو حساس لنقص الأكسجين. وده بيفسر لنا ليه الدماغ بيكون أول ضحية بتقع بمجرد ما الدم يقف فجأة. طيب، خلينا ندخل في تفاصيل ال10 ثواني المرعبة دي ونشوف العد التنازلي لانهيار الجسد لحظة بلحظة. بمجرد ما القلب يقف بيبدأ انهيار الأنظمة الحيوية زي الدومينو، هبوط سريع في الضغط، بعده حالة ذعر في الدماغ، وبعدين الرؤية بتبدأ تروح والعضلات بتضعف لحد ما نوصل للفقدان التام للوعي. الموضوع عامل زي قنبلة موقوتة بتنفجر في ثواني. في الثانية الأولى تحديداً النبض بيقف، فبيحصل انهيار حاد ومفاجئ في ضغط الدم. الجسم بيحاول بكل يأس إنه يعوض التغير السريع ده، لكن للأسف غياب الضخ بيخلي الأعضاء تبدأ فوراً تفقد الأكسجين اللي بيوصلها. نوصل للثانية الثالثة، هنا الخلايا العصبية بتبدأ تنهار. أعراض مرعبة بتضرب الجسم في لحظة، دوخة شديدة جدا، زغللة في الرؤية، ضعف عام في الجسم كله، وطنين حاد ومزعج في الأذن. ده ببساطة الدماغ وهو بيضرب جرس الإنذار الأخير. عند الثانية الخامسة بقى العالم المادي بيبدأ يختفي، مجال الرؤية بيضيق وكأن في ظلام بيزحف عشان يعمل بصر تماما، وفي نفس الوقت القوة بتتسرب من العضلات اللي بقت منهكة تماما بسبب نقص الطاقة. وما بين الثانية الثامنة والعشرة الدماغ بيستسلم تماماً، مبقاش قادر يحافظ على أي نشاط طبيعي. وهنا بيحصل انهيار تام للجسد وسقوط مفاجئ من غير أي تحذير، مع فقدان كامل للوعي. وهنا لازم نوقف العد التنازلي السريع ده ونسأل نفسنا سؤال مصيري جدا: إيه اللي بيحصل بعد الانهيار ده وفقدان الوعي؟ وإزاي التوقف اللحظي ده ممكن يتحول لخطر دايم مستحيل نصلحه؟ هندخل دلوقتي في مرحلة ما بعد الظلام، وهي المرحلة اللي بتيجي بعد فقدان الوعي مباشرة. في المرحلة دي الوقت بيكون هو العدو الأول. في خلال 3 ل5 دقايق بالظبط خلايا الدماغ بتبدأ تموت. والمشكلة الكبيرة إن خلايا الدماغ دي عكس باقي خلايا الجسم، لما بتموت بيحصل فيها تلف دائم مفيش منه رجوع، وده اللي بيؤدي لنهاية حتمية. وعشان كده خط الدفاع الأول هنا بيكون طوق النجاة الوحيد. في السباق المرعب ده مع الموت، الخطوة الأولى بتعتمد على الإنعاش القلب الرئوي أو CPR عشان نقدر ندفع ولو كميات بسيطة من الدم للدماغ يدوياً. وبعدها بتيجي الصدمة الكهربائية من جهاز إزالة الرجفان، ودي بتكون محاولة يائسة عشان نعيد ضبط المحرك بتاعنا ونخليه يشتغل تاني. لازم نكون عارفين إن العودة التلقائية للنبض من غير تدخل دي حاجة نادرة جدا. فرص النجاة كلها مربوطة بسباق شرس مع الزمن، سرعة التدخل، القلب وقف لمدة قد إيه، وطبعا الحالة الصحية العامة للشخص وعمره والتاريخ المرضي. أهم درس نطلع بيه من الشرح ده هو إننا ما نستهونش أبداً بالعلامات التحذيرية: ألم الصدر، الإغماء المفاجئ، ضيق التنفس، أو إن ضربات القلب تكون مش منتظمة. تجاهل الإشارات دي ممكن يكون هو الشرارة اللي بتشغل العد التنازلي المرعب اللي اتكلمنا عنه. وفي النهاية زي ما بنقول دايما، كل نبضة هي حياة. فهل هنسمع الإنذارات قبل ما يبدأ العد التنازلي؟ العضو الصغير ده شغال في صمت مذهل ليل نهار عشان يخلينا عايشين، ووقوفه لثواني بس بيأكد لنا قد إيه حياتنا كلها متعلقة بيه. خلوا بالكم من صحتكم، لأن الوعي والمعرفة هم دايما أول خطوة للنجاة.